السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن تحلية رمضانية بامتياز لوجبة السحور. كمقادير كنحتاجو فيها نصف لتر من الحليب، كنحتاجو فيها 12 حبة ديال التمر، 2 معالق كبار ديال النشا او المايزينا، ممكن تعوضوها ب2 معالق كبار ديال البودرة ديال الكاسترد. وكنحتاجو هنايا السكر على حسب الذوق ديالكم، انا عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر الخشن وسكر فانيلا. بسم الله. بالنسبه للطريقه الاولى ولا المرحله الاولى، كناخذوا التمر ديالنا كنزولوا له النواه ديالو وكنضيفوا له تقريبا 3 معالق كبار حتى 5 معالق كبار ديال الحليب، يعني نصف لتر ديال الحليب. كنوضعوهم هنايا وكنخليوه جانبا، ومن بعد غنطحنوه. هنايا غنطحن الحليب مع التمر حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد ما طحنت الحليب ديالي مع التمر كيكون هذا هو القوام ديالو بحال اللي كتشوفوا معايا، وكيبقى القليل من ديك القطع ديال الحبوب ديال التمر. الا بغيتو تصفيوه فصفيوه، لكم الاختيار، او ممكن تحتفظوا به، هايداك على حسب الرغبه ديالكم. انا غنخليه. كنضيفوا سكر فانيلا، وكنضيفوا النشا او بودره ديال كاستر. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا. ضروري من هذه المرحله هذه نحركوا مزيان حتى نتخلطوا من ديك الكويرات ديال الكريمه اولا ديال البودره ديال الكاستر. من بعد ما خلطت جميع المكونات مع بعضياتهم حتى انسجموا وتخلص تماما من ديك الكويرات ديال الكريمه، فطيبتها على النار اللي كتكون جد هادي بحال اللي كتلاحظوا معايا. كنستمر في التحريك حتى يصبح القوام ديالها كثيف. نقصوا على النار باش ما تحرق لكمش من الاسفل، ودائما مع استمرار في التحريك حتى تشد في راسها، بحال الكريمه ديال الباتيسري. بحال اللي كتشوفوا معايا بدات كتشد في راسها. صافي غنطفيو على النار وغنوضعوها في الكوكوط. بسم الله. كناخذوا الخليط ديالنا وكنوضعوه في الكؤوس مباشره. بحال اللي كتشوفوا معايا القوام ديالو كيجي عاقد متماسك. كناخذوا الكؤوس وكنحركهم بهذا الشكل هذا غير شويه وصافي. غنخلي التحليه ديالي في درجه الحراره المطبخ تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى تدفى، وغندخلها مباشره للثلاجه تشد في راسها، ونقدموها بصحه وراحه. طبعا ما تنساوش تغطيوها بواحد الغطاء بلاستيكي، ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش غيكون. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه من بعد ما بردات وشدات في راسها. كنتمنى تنال اعجابكم. بحال اللي كتلاحظوا معايا فانا زينتها هنايا بقطع ديال التمر والمكسرات، كل من اللوز فقط. الا بغيتوا تضيفوا الكركاع فغيكون احسن، كيجي واحد المذاق خيالي غزال صراحه. بالنسبه للقوام ديالها بحال اللي كتلاحظوا معايا كتجي شاده في راسها. شكرا على حسن المتابعة. كنتمنى لكم يوما سعيد وأسعد إن شاء الله. نتلقاو فيديوهات مقبلة بإذن الله، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وحتى اشتراكاتكم إلا كنتوا أول مرة كتكتشفوا القناة ديالي. فألف مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.